السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. عموما يعني عشان داخلين بقى على رمضان، احفظي كده المقادير بتاعة البسكوت والحاجات الحلوة اللي بنعملها دي للعيد. كل سنة وانتم طيبين. قبل ايه؟ قبل ما تيجي بقى تتلبخ في ليالي رمضان الجميل. عموما انا معايا دلوقتي 5 كيلو من الدقيق. 5 كيلو من الدقيق. نوعيه الدقيق ايه؟ دافينه يا جماعه على غله، مفيش مشكله. ولو عايزه تعمليه غله خالص عندك موجوده في البيت برده مفيش مشكله. طيب انا بحط على ال 5 كيلو قد ايه بيكنج باودر؟ انا هحط 2 بيكنج باودر ونص كمان، يعني هحط 2 ونص من البيكنج باودر. تعالوا بقى معانا على الحاجات اللي هنضربها في الخلاط. يا جماعه بصوا، انا معايا قد ايه بيض؟ انا معايا 12 بيضه لل5 كيلو. ولو عايزه تحط 14 بيضه بيكون افضل كمان. ولو بيض عندك موجود، بيض اللي هو البيض اللي بره اللي بتشتريه من السوبر ماركت بيبقى افضل من البلدي كمان، لانه ما شاء الله بيخلي معاك الحاجه هشه واحسن وافضل من كده. ومعايا 2 كيلو من اللبن. ومعايا بشر برتقان، قشر برتقان بس، بس البشر بتاع اللي يعني البياض الابيض ده ممنوع لانه بيمرر الحاجه. ده القشر الاصفر بس، شايفين؟ ومعايا ايه؟ عصير برتقال. ده عصير كيلو برتقال. ولو عندك عصير 2 كيلو برتقال ما عندكيش مشكله، بيخليه حلو وجميل. معايا الفروتي لكل كيلو. معايا السمسم ومعايا الفروت ده لكل كيلو. معايا 5 كيلو، معايا 5 وحدات فروت. خلاص، برتقان برضو تمام كده. ومعايا كمان جوز الهند يا جماعه، اوعي تنسيه. طبعا النشادر والحاجات دي هنحطها دلوقتي مع المكونات. معايا قد ايه سكر؟ 2 كيلو سكر لل5 كيلو. 2 كيلو سكر ابيض وجميل، ومش هضربه في الخلاط. ويعني يعني بمعنى ان هو مش مطحون، مش دقيق، سكر عادي. سكر عادي من اللي انت بتعملي بيه شاي وعصير وكل حاجه من قلب البيت. تمام كده. ومعايا السمنه. ما شاء الله. معايا دلوقتي 2 كيلو سمنه، او في حدود الكيلو ليه بالظبط يعني 350 جرام سمنه. 350 جرام سمنه دي معانا سمنه 5 كيلو من الدقيق. خلاص، واحده واحده كده، وهنعمل معانا احسن بسكوت مقادير. وكل سنه وانتم طيبين. بس ما تنسوش الاشتراك واللايك. هضرب الحاجه في الخلاط وارجع لكم تاني. طبعا كله بقى في الخلاط. معانا بقى ايه؟ حبه ملح صغيرين انا حطاهم، بيخلي البسكوته بتزيد حلاوه. ماشي، حبه الملح بضربهم في الخلاط. عايزه تحطهم في الدقيق مفيش مشكله. كل حاجه واحده واحده مع بعض. هنعمل كل حاجه، مفيش حاجه اسمها مستحيل. خلاص كده كده يا جماعه. انا ضربت الايه، انا حطيت البيض وايه، وهضرب برده الفروت معاه اهو. خلاص كده تمام. حطينا الفروت كله الخمسة على ال5 كيلو يا جماعة. وهنا برضو هنحط ايه؟ القشر البرتقالي اللي احنا قلنا عليه. بيضيع الزفارة، ما يخليش ريحة زفارة خالص في البسكوت. ما شاء الله بتبقى جميلة جدا. طبعا كمان اوعي تنسي الفانيليا. الفانيليا يا جماعة ده شيء اساسي في الايه، في البسكوت، شيء اساسي. برضو معانا 5 ورقات من الفانيليا. لو انت عندك فانيليا سايله مفيش مشكله، ما عندكيشي برضو جميله قوي. اللي هي الفانيليا دي جميله جدا، بنستعملها ما شاء الله. ما شاء الله جميله جدا. وبرضو معانا جوز الهند. هنا برضو جوز الهند معاها. وعصير البرتقال. عصير برتقال هنحط حبه عصير برتقال اهو. طبعا هنضربه في الخلاط. خلاص يا جماعه ما شاء الله كده ضربت في الخلاط، ضربت كويس. وهسيبها على جنب. وهمسك بقى السكر كده مع السمنه. خلاص، واربهم مع بعض. نسمي بسم الله كده. معانا بقى السمنه يا جماعه. السمنه ديت انا ايه، انا مسكتها سخنتها حلو، يعني فكيتها على البوتاجاز وسبتها بردت خالص. فهي كده ايه، كده يعني كريمي معانا. يعني ايه كريمي معانا؟ ما شاء الله. انا كده بس هضربها مع بعضها كده. شوفوا الجمال كده والحلاوه دي. ما شاء الله. انا هربها مع السكر لما تبقى كريمي جدا. هي ما شاء الله مني انا ماسكه السمنه مسيحاها، سبتها ربطت من الصبح والجو برد. فما شاء الله سهله معانا في الرب، سهله معانا في الرب. خدي بالك من الحته دي، يعني كل كلمه بقولها لك وكل حركه تاخدي بالك منها.
خلاص. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. عايزه افعل القناه كده بيكم، انتم حبايبي جدا وانا بحبكم. كلمه حلوه في الكومنتات بتفرح قلبي، واحنا داخلين على ايام حلوه. يا رب يجعل ايامكم كلها حلوه وجميله زيكم يا رب. شايفين ريحتها بقى جميله، حته سمنه بلدي كده في قلب السمنه، وهي بتقدح كده مع نفسها وستها، خلت السمنه كلها ريحتها اكنها بلدي. يعني ما شاء الله شغل عالي من الاخر. شايفين؟ هنقول شغل ايه؟ عالي من الاخر. احلى بسكوتة مقادير ان شاء الله هتاكلوها يعني بالف هنا وشفا. تعملي الوصفه ديت وتوكلي على الله، تقفلي عليكي بابك كده وتعملي وصفات وحركات كده وتكات وتدوقي جيرانك منها. ما شاء الله هيقولك ازاي عملت الحركات الجميله دي. طبعا يا جماعه ما شاء الله دلوقتي انا ربيته جميل ازاي. الله الله. هنحط الدقيق بقى. حطينا على الدقيق 2 كيلو ونص 2 اسفه يا جماعه 2 بيكنج باودر. 2 بيكنج باودر ونص. 2 ونص من البيكنج باودر. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده كده الدقيق كله نزل. هبدأ بقى زي اكني ببس كده قراقيش. هعمله ايه؟ هشربه معايا من السمنه والسكر اللي انا ربهم. خلاص كده كده واحده واحده وتعمليه ما شاء الله. من اداري كله، يعني اداري السمنه مع الدقيق مع كل حاجه، عشان لما تحط السوائل ايه يعني ما تبقاش عجينه عاديه زي اي عجينه، لا تبقى عجينتها مفروله كده وجميله، علشان تبقى تعمل معاكي كده في المكنه، تخربش معاكي كده وتبقى بسكوته بسكوته. ونصلي على النبي كده، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا يا جماعه خلاص انا خلصته. مفيش نقطه دقيق، اهم حاجه اهم خطوه ما تخليش في دقيق باين. شايفين؟ على فكره انا حطيت السمسم بس للاسف نسيت ان انا احطه قدامكم قدام الكاميرا يعني، فحطيته وانا بقلب معلش بقى. بس يعني ايه بقول لكم على الخطوات اللي فاتتني علشان ما تيجي تعملي. شايفين جماله؟ شايفين عامل زي الرمل ازاي؟ طيب معايا بقى قد ايه من النشادر؟ 5 معالق من النشادر. انا مش هحطه في لبن دافي ولا اي حاجه، انا هحطه معايا في الخلاط كده. الكاميرا خلاص. 5 معالق من النشادر اهو، هضربهم في الخلاط تاني. بيفور ما شاء الله، بيبقى زي العسل. معلش معلش يا جماعه خدي بالك، لان بيفور ما شاء الله. يعني احنا حطينا في الخلاط ففار، فدلقنا على طول على الايه، على الدقيق. يعني ممكن ما تحطيش الكميه كلها اللي انا اديها لك، ما تحطهاش كلها. يعني مثلا انت هتعملي 5 كيلو زي اللي انت عاملاهم دولت، يعني ما تضربوش كله في الخلاط مره واحده، لانه ما شاء الله اول ما بتحط بيفور بالصلاه على النبي. خلاص. فتحطيه كده وتبقي ايه، وتبقي معايا كده واحده واحده. طبعا هو ما شاء الله اصفر ازاي، مخلي البرتقان يعني والفروت مصفره ما شاء الله ما شاء الله. الله اللهم بارك. هنحط بقى لبن كده، نسقسق واحده 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 كده من اللبن. شايفين؟ واحده 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 كده وتسقسقي علشان ما يجيش طري منك. انا عايزاه يخربش كده في القمع كده وايه، ويبقى جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. ما شاء الله هو كده اتعجن ما شاء الله. طالما لمت معاكي اهي اهي، يعني ما بتشققش وما بتفتحش اهي، لمت معاكي ما شاء الله. شايفين الجمال اهي؟ خلاص كده يعني تمام. هنبتدي بقى نسيبه حبه ونطلع بقى يعني نشتغل عليه كده في المكنه ما شاء الله. نطلع على طول بعد ربع ساعه بالكتير، ونطلع على طول. خليكم معايا كده ويلا كده يا حبيبتي. اللي عندها اي حاجه كلمه حلوه كده هتقولها لي تقولها لي، ما تستخسرهاش فيا. ما شاء الله ما شاء الله على الجمال. شايفينها في ايدي زي الكره زي في ايدي ما شاء الله. استني. بسم الله الرحمن الرحيم. تك لازم كره واحده تملى. لا انت شاوري ماشي قولي له يلا. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم بارك. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال والخرفشه والحرمشه ولا بيقولوها ايه؟ شايفين الجمال؟ ايه الجمال ده يا بنتي يا لبنى؟ ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شايفين الحلاوه؟ شايفين حلاوه البسكوته يا جماعه؟
شايفين حلاوه البسكوته؟ صلوا على النبي كده يا جماعه في الكومنتات، صلوا على النبي، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه، ما شاء الله احلى بسكوته كده يا صلاه النبي، وريحتها انا شم ريحتها، انا عايزه اكلها، انا عايزه اكلها قبل ايه؟ من قبل ما تستوي. ما بالكم بقى اما تستوي اعمل ايه؟ من قبل ما تستوي بقى عايزه اكلها كده اكل. ما شاء الله شايفين الجمال؟ يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الجمال يا سيدي. شايفين؟ اللهم بارك كده، حاجه كده شغل عالي، شغل عالي زي ما قلت لك كده. يعني العجينه اهي في ايدينا، شوفوا العجينه، هات العجينه كده يا ندى على الكاميرا. شايفين؟ شايفين بقى الجمال؟ اهي اهي اهي. اللهم بارك كده، حاجه كده احلى حاجه كده يا صلاه النبي، يا صلاه النبي. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال يا جماعه؟ شايفين جمال ام عادل؟ هخلص الصينيه كده عشان ما اطولش عليكم واوريها لكم. الله ما شاء الله على الجمال. ادي اول صينيه، الصينيه الثانيه، الصينيه الثانيه اهي. وما شاء الله كده يا صلاه النبي، يا صلاه الزين على عزيز. هنقول على لبنى عبد العزيز. شايفين اهو يا جماعه؟ اهو الخربشه بقى والجمال والتكات والحركات، يا تكات يا حركات اهو. شايفين؟ وتساوي بالسكينه بتاعتك عادي، مفيش اي مشكله اهو. نعمل كده عشان ما نطولش عليكم. اول صينيه في الفرن هوريها لكم. ما شاء الله يا جماعه، دي اول دور في الفرن اهو. الفرن طبعا بتولعيه وتسيبيه حبه والنار هاديه. وما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك كده. لما يطلع خالص هوريه لكم. نصلي على النبي كده ومشي خطوه بخطوه، وان شاء الله يطلع معاكي احلى بسكوته وتكون خفيفه زي الريشه بالظبط. شايفين يا جماعه الجمال والحلاوه، حلاوه البسكوته ورقتها وجمالها. خف الريشه يا اخواتي، خف الريشه ما شاء الله. شايفين؟ شايفين الجمال؟ شايفين دايبه دوب ازاي؟ شايفين؟ شايفين دايبه ازاي؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ دايبه خالصه ما شاء الله. الريحه بقى جايبه من اول العزبه. مين معايا في العزبه هنا شمم الريحه بتاعت البسكوت؟ بسكوت ام عادل. شايفين الجمال والحلاوه؟ طبعا مهديه اهو قدام الفرن. هاتي في الفرن كده يا ندى، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. شايفين يا جماعه الجمال اهو؟ ما شاء الله اللهم بارك كده، حاجه كده تحفه، حاجه كده تحفه. اما اخلص خالص هوريكم الكميه اللي معايا. ال5 كيلو يعني عملوا قد ايه، وهوزنهم قدامكم وهعرفكم ال5 كيلو عملوا قد ايه. ما شاء الله اللهم بارك. نصلي كده على النبي وعايزه بقى يا جماعه اشتراك ولايكات عشان خاطري.